السلام عليكم. من شوية صغيرين خلص مباراة الأهلي والزمالك في الكرة الطايرة في كأس مصر، والزمالك كسب 3-2 في مجمل الأشواط، وحط قدما كده الفوز بكأس مصر لو كسب المباراة بتاعت بكرة. والمباراة كانت جميلة ومثيرة وممتعة بصراحة. وخلي بالك الفترة اللي فاتت كانت الأهلي كعبه عالي على الزمالك في لعبة الطايرة عامة، يعني كان على طول بيكسب الزمالك، بس الزمالك بقاله فترة تحس اللي هو شد حلو كده، بقى منافس كويس للنادي الأهلي. المباراة في الآخر كانت 2-2 في الأشواط، وباين النتيجة كانت 14-14 أو 16-16، وخلاص ناقص نقطتين، اللي هياخدهم هيفوز بالماتش بتاع النهاردة. الزمالك خد نقطة وكده ناقص له نقطة. راح مدرب النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي اعترضوا. راح مدرب النادي الأهلي نزل الملعب ومرضيش يطلع من الملعب، وزي ما بقول لك كده مدرب الأهلي مرضيش يطلع، والنقطة اتحسبت خلاص للزمالك. مدرب الأهلي ما طلعش غير اما الحكم رجع وراح حسب النقطة اجين. انت متصور يعني ده فين ده؟ خلي بالك احنا الواحد اما بيحصل حاجة اي سلبية من نادي الزمالك الواحد بيطلع يتكلم الحمد لله، بس يعني ده في انهي منطق وفي انهي لعبة وفي انهي مسابقة اللي يحصل كده؟ اللي مدرب او لعيب ما يرضاش يطلع من الملعب غير اما النقطة تتعاد. والمشكلة بقى المصيبة الاكبر اللي الحكم عاد النقطة. يعني انت خلاص انت كحكم اقتنعت وخلاص حسبتها للزمالك، مش مشكلتي اتحسبت لمين. ازاي ترجع في قرارك عشان خاطر المدرب من اي فرقة بقى يقف في الملعب مش عايز يطلع؟ المباراة وقفت، مدرب الاهلي قالك مش طالع غير اما النقطة، ما طلعش غير اما الحكم رجع في قراره. ده ايه ده يا جماعة؟ يعني ايه ده؟ هو الحكم اماراتي بس مفيش كده. وحتى يعني ما الراجل ما تفهمش هو عايز يعدي اليوم ولا ايه؟ يعني انت كحكم غلطت غلط كبير جدا ان انت تعيد النقطة او تعملها اجين، وانت كمدرب النادي الاهلي او مدرب نادي الزمالك ازاي تنزل الملعب وتقول مش طالع؟ احنا ما بنلعبش في حارة، احنا ما بنلعبش في دورة رمضانية. ده لو في دورة رمضانية او بنلعب في الشارع هيبقى في التزام اكتر من كده. خلاص ما كله بيغلط حتى لو النقطة ليك او عليك. انا مشفتش يعني بصراحة قبل كده، يعني مشفتش المشهد ده قبل كده في اي حتة بصراحة. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.